مشاهدينا الكرام متابعي قنوات الكأس أينما كنتم، مرحبا بكم هنا في المباراة التي تجمع ما بين المنتخب المغربي متصدر المجموعة السادسة والمنتخب الإسباني وصيف المجموعة الخامسة. ومن خلال أحداث هذه المواجهة قبل الأخيرة في الدور ربع النهائي، والتي سنتعرف من خلالها على الفريق السابع المتأهل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن نتعرف على ثامن المنتخبات في المواجهات القادمة ما بين المنتخب البرتغالي ومنتخب سويسرا. الآمال العربية والآمال الأفريقية كلها معلقة ما بين أقدام أسود الأطلس في مباراة اليوم هنا في هذا اللقاء، من أجل الوصول إلى الدور القادم وتسجيل أبرز إنجاز عربي في تاريخ منافسات بطولة كأس العالم. البحث عن عرضية وصلت إلى حكيم عن طريق سفيان بوفال، عرضية من سفيان، لكن أيضا تغطية دفاعية من بيدري. الآن أولمو يبحث عن السيطرة والاستحواذ، لكن المنتخب المغربي في مرتدة، محاولة تصل إلى سفيان، يبحث عن المرور والتقدم، صافرة وخطأ خطأ 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 يأتي بقرار من فرناندو راباليني. هل يسدد أشرف حكيمي من هذا المكان أم أن هنالك اللاعب المتألق دائما حكيم زياش ما بين حكيمي وحكيم؟ حكيمي رابوه، أشرف حكيمي يسدد بالقدم اليمنى. والملعب الممتلئ بالكامل في مباراة اليوم عادت إلى يا سلام يا سلام يا سلام. إسبانيا في النسخة الماضية ودعت من الدور الثاني، دور ال16، نفس هذا الدور أمام أصحاب الدار المنتخب الروسي. الأفريقية عندما سجل في ذلك اللقاء، هو أسرع ياسين، أسرع يا ياسين، أسرع يا ياسين. أنا أتمنى لا يتم يعني التعامل برعونة مع الكرات هذه داخل منطقة الجزاء، بحكم أن الخطأ في هذا المكان مكلف جدا. في الجهة اليسرى تأتي عن طريق نصير مزراوي داخل منطقة الجزاء، لكن عند حارس المرمى هنا سيمون. اليوم أمام المنتخب المغربي بحول الله يتحقق أول انتصار عربي على إسبانيا في بطولة كأس العالم. بعد تحولت في الجانب المقابل، يا سلام يا سلام يا سلام. وبعد ذلك راسية من نايف كيرد، وبعد ذلك يأتي قرار حكم المباراة في احتساب الخطأ لمصلحة المنتخب المغربي. المونديال كرة بمحاولة، لكن أيضا تغطية وإبعاد. أشرف لا زالت مستمرة، عرضية داخل منطقة الجزاء. بلجيكا ومشاد وحتى كندا، واليوم ان شاء الله المنتخب الاسباني. عن التقدم والمرور، يبحث عن عرضيه، يلعب الكرة العرضيه، لكن ايضا تصطدم بوفون، عرضيه داخل منطقه الجزاء. اقصائيه في دور ال16 بعد المره الاولى، نتمنى بان تكون النتيجه افضل. كرة بمحاوله خطيره خطيره خطيره. لا 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 لا. رايه موجوده، رايه موجوده. واعود واكرر واقول فلنحذر من مثل هذه الاخطاء. ركز 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 يا ياسين. واخر بوفال، هذا يا سلام يا سلام يا سلام. وداه للدوحه. كره بانطلاقه ومحاوله الان عن طريق اشرف حكيمي، لكن إميريك لابورت في شباك منتخب بلاده. وبالمناسبه هدفين فقط. كره بمحاوله خطيره لمصلحه المنتخب الاسباني، وتسديده من ماركو اسينسيو، لكن الى خارج ارضيه الملعب، الى خارج ارضيه الملعب. كره تصل الى ان تكون حاضره بركلة مرمى. تصل الى رومين سايس اماميه، لكن ايضا رودري فيران توريس تخلصت، عودت لمصلحه المنتخب المغربي، تسديده حلوه من نصير. الجماهير المغربيه في مدرجات ملعب المواجهه تشجع، توازر، تهتف وتصرخ وتبحث عن امل، وبكل تاكيد عن حلم. يمضي قطار كأس العالم مسرعا على المنتخبين. كرة تعود في الجانب المقابل، طالت على ماركو. المنتخب الاسباني البحث عن التقدم والمرور، وبعدت في التوقيت المناسب، وبعد ذلك صافرة موجودة. اذا انتهى شوط المباراة الاول سلبيا، فانا شخصيا ساكون راض كل الرضا. في كأس العالم كرة بمحاولة الان، سقوط في ارضية الميدان. حكم المباراة تعلن عن وجود خطأ في كأس العالم، في كأس العالم وليس في أي بطولة أخرى. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، لكن تغطية عادت من جديد، لا زالت مستمرة وقائمة، عرضية خطيرة لا زالت مستمرة، وصلت إلى سفيان.
لا 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 لا، يا الله يا الله على كرة في غاية الروعة، في غاية الروعة. شوف البداية مرت من أمام الجميع ووصلت إلى سفيان بوفال، وبوفال يا الله يا الله، محاولة تصل إلى سفيان بوفال، يلعبها راسية يا نصير، راسية يا يوسف، راسية يا يوسف، راسية. ضاعت عرضية داخل منطقة الجزاء، مرت من أمام الجميع وتحولت إلى خارج أرضية الملعب. في الجهة اليسرى عرضية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا نصير في التوقيت المناسب يعود. هذه الأسماء لا تغييرات الآن بانتظار معرفة الأوضاع في شوط المباراة الثاني. أمنياتنا بكل تأكيد بتأهل المنتخب المغربي. منتخب الإسباني أمامية ملعوبة الآن، لكن أيضا رودري في المكان المناسب، تعود الآن خطيرة، ينجح في ذلك، يمر الكرة إلى المقدمة، لكن إنريكي بعد ما قدم أداء جيد اضطر إلى أن يغادر منتخب اسبانيا بسبب بعض الظروف الخاصة. المحاولة عن طريق من داني اولمو، تسديدة تأتي، لكن ياسين بونو في التوقيت المناسب يبعد الكرة. والمحاولات الماضية وصلت إلى سفيان، هذه فيها تسلل، نعم داني اولمو، لكن يا سلام أمامية داخل منطقة الجزاء، كرة بمحاولة في الجهة اليسرى، داني اولمو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، يعني حتى هو عنده موبايلين، مو بس احنا على بالي الشغله هذه عندنا احنا، لا حتى في الجهة اليمنى عرضية داخل منطقة. التأثير الأكبر كان لجماهير المنتخب المغربي على بلادهم ومنتخب بلادهم برصيد 3 أهداف. كرة محاولة عرضية وصلت الآن عن طريق الحكيم، زياش ينطلق في الجهة اليمنى، يلعب الكرة عن طريق من لا عز الدين وناحي جوردي ألبا ساقطا في أرضية الميدان، ولويس إنريكي يستعد لإجراء أول تبديلاته فيما تبقى من أحداث في هذه المواجهة. كرة بمحاولة ملعوبة الآن خطيرة، وصلت إلى الفار موروتا، يا سلام هذه الكرة. زلزولي هو من يستعد للنزول إلى أرضية الميدان. زلزولي يخرج سفيان بوفال ويدخل الزلزولي عن العرضية باتجاه المرمى. الكرة المحاولة في الجانب المقابل فيها حضور مثالي، كثرة التمريرات لا يجدون الطريق، وبحول الله لن يجدونه. ضغط كبير، سيطرة كبيرة، مستحيل، نتمنى بأن لا تستمر. حكم المباراة يشير إلى استمرارية اللعب، لا وجود للخطأ. أشرف حكيمي، سلامات صافرة موجودة وخطأ، وبطاقة صفراء، نعم بطاقة صفراء تظهر على إيميلي كلابور. البحث عن العرضية، لكن أيضا برافو ألبا عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد في التوقيت المناسب. وبعد ذلك إلى ركلة مرمى بعد تسديدة من أولمو الكندي. كرة عرضية خطيرة جدا، لكن أبعدت إلى خارج أرضية الملعب. شتيرا يستعد بكرة محاولة ملعوبة الآن، لكن أيضا اصطدمت، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. أمامية ملعوبة داخل منطقة الجزاء، لكن أيضا تغطية وإبعاد من المغرب بواحدة مرتدة يا موروكو. أمامية خطيرة ملعوبة، مرت من أمام الجميع، تحولت إلى خارج أرضية الملعب. وليد شتيرا 3 تبديلات، أمل لاحة ويوسف نصيري ونصير مزراوي يتركون أرضية الملعب. شتيرا وصابيري واللاعب عطية الله هم من يدخلون. عادت من جديد انطلاقة في الجهات اليمنى من أشرف حكيمي، عرضية من أشرف داخل منطقة الجزاء، لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة. وليد شتيرا ماذا لو هياها للخلف. سلامات لنايف كيرت بأن يعني الركراكي سيكون مضطرا إلى إجراء تبديل أخير اضطراريا بسبب إصابة نايف. أكيرت يترك أرضية الميدان
والبديل هو جواد اليامر. امسه يبحث عن الانطلاقة والمرور، سريع 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 سريع، وقائمة لمصلحة المنتخب المغربي. حلوة الكرة، وصلت في الجهة اليمنى. أوناحي، أوناحي مر يا أوناحي، مر يا أوناحي، طالت على عز الدين، طالت على عز الدين هذه الكرة والمحاولة جميلة جميلة. الآن لا يمكن سماع شيء إلا أهازيج المغرب. هذا فالح مقدم أداء كبير في المدرج. ميدان تعود المحاولة من جديد، مرتدة لمصلحة المنتخب الإسباني، خطيرة من الفارو موراتا. واحد على أولمو، واحد على أولمو، راية والتسلل يبدو على الفارو موراتا. هذه الكرة والمحاولة هي للأمانة لا وجود فيها للتسلل، إلا إذا كان من هذه الكرة تصل إلى داني أولمو يسقط في أرضية الميدان. صافرة موجودة وخطأ إسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء، رأسية طالت إلى خارج أرضية الملعب. تين إضافيين، فبحول الله أوناي سيمون كاد قلت كما يعتقد الكثيرون لأن الذهاب إلى ركلات الترجيح سيكون بحول الله من مصلحة المنتخب المغربي. أمامية ملعوبة الآن، كرة حكيم راسية لا زالت مستمرة وقائمة، خطيرة جدا، ملعوبة الكرة لكن صافرة موجودة وخطأ. وليد شديرة، كرتين الآن من وليد شديرة. هذه الكرة وصلت إلى داني أولمو، السيطرة والسقوط في أرضية الميدان. محاولة للمنتخب الإسباني، ملعوبة داخل منطقة الجزاء. بونو، الله عليك يا بونو، إلى ركلة ركنية رأسية، ابعدها وابعدت إلى خارج أرضية الميدان. رمية تماس المنتخب الإسباني. انتهى الوقت الأصلي وانتهى الوقت بدل الضائع، وانتهى شوط المباراة الثاني بتعادل سلبي ما بين المنتخبين. أوقات إضافية على شوطين بحول الله، ربع ساعة. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في الأوقات الإضافية. مرور من سفيان مرابط، يلعب الكرة أمامية لا وجود فيها للتسلل. محاولة تسلل الآن، التقدم يأتي. وليد شديرة هذه الكرة والمحاولة، ويبدو بأن هنالك راية أيضا. تعود إلى رودري، أمامية صمود عرضية داخل منطقة الجزاء، وبعدت في التوقيت المناسب. كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء. بالدي وأنسو فاتي هم من يستعدون للنزول إلى أرضية الميدان. داني أولمو يترك أرضية الملعب، وجوردي ألبا. كرة بمحاولة ملعوبة الآن، أنسو فاتي وبعدت الكرة من أمامي. بالدي كرة بمحاولة خطيرة من موراتا. وبعدت في التوقيت المناسب، وبعدت عرضية نزلت مستمرة وقائمة، خطيرة، تسديدة تأخير، التصدي بيدري. وبعد الوقت الأصلي، كرة بمحاولة ملعوبة الآن، لكن كرة الزلزولي. محاولة أمامية الآن من رودري. بونو يجب أن يكون التفاهم موجود ما بين بونو وما بين جواد اليامن. كرة بتسديدة من هذه المسافة، بعيدة تماما، مثالية جدا لمصلحة المنتخب المغربي. وصل الجول، الله يا شديرة. يعود شديرة من جديد. طالع. ديني، كرة بعد ذلك بإبعاد من حكيم. ياسين بونو، محاولة من سولير، لكن حكم المباراة يطلب إعادة تنفيذ الركلة الركنية. ملعوبة الركنية داخل المنطقة، ياسين في التوقيت المناسب. لا زالت مستمرة وقائمة، تسديدة وبعدت إلى خارج أرضية الملعب. وصلت إلى رمية تماس، أعتقد معها يجب أن يطلق حكم المباراة الأرجنتيني. نعم، صافرة نهاية أحداث شوط المباراة الإضافي الأول. يا مغرب، كرة محاولة ملعوبة، لكن أيضا جواد اليامن لا وجود الخطأ، لكن كرة ملعوبة أمامية طالت على أنسو فاتي. سولير يلعبها إلى نيكو ويليامز، اصطدمت، تحولت إلى خارج. شاهدناها خلال سنوات ماضية. لاعب آخر، هل هنالك تغيير قادم في تشكيلة المنتخب أو لاعب آخر قادم للمنتخب المغربي؟ 5 تبديلات، تم استنفاذ التبديلات ال5 بالكامل، وبالتالي هنا يسقط رومين سايس في أرضية الميدان.
هنا إصابة يبدو يصيب بشد. نعم شد الجهة اليسرى. روح يا وليد، روح يا وليد، روح يا وليد، روح يا وليد. يا الله يا وليد، يا الله يا وليد. من بوسكيتس خطيرة خطيرة خطيرة، لكن أيضا بعيدة. مرتدة إسبانية الآن، إسبانية الآن خطيرة عن طريق الفارو موراتو. طالت 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 كرة الفارو موراتا وتحولت إلى خارج في شباك منتخب بلاده. كرة خليها يا زلزولي، خليها يا زلزولي. عربيا وحتى أوروبيا كرة محاولة ملعوبة لكن إلى خارج أرضية الميدان. وصلت إلى ركلة ركنية على يمين حارس المرمى. كرة محاولة ملعوبة. الله على الجماهير المغربية والله على طرب المدرج. حرام هذا الجمهور يطلع زعلان في مباراة اليوم. عز الدين أناحي يترك أرضية الملعب والبديل يعني هل هو بدر بنون؟ كرة محاولة خطيرة. بوسكيتس السنة في قائمة المنتخب. الكرة جواد اليامق في التوقيت المناسب للمنتخب الإسباني. ملعوبة فاتي يبحث عن التسديد. تعود الكرة من جديد. المحاولة عرضية داخل المنطقة والرأسية ملعوبة خطيرة. من خلال الوقت الأصلي نعم ينتهي، والوقت بدل الضائع ينتهي، والمواجهة تتجه إلى ركلات الترجيح إلى بونو وأوناي سيمون. ركلات الترجيح هي من ستحسم الأمور في الفريق المتأهل إلى الدور القادم. المغرب من أجل صناعة التاريخ يبحث الآن في هذا اللقاء عن التأهل للمرحلة القادمة، وهو من سيبدأ التسديد أولا عن طريق صبيري. سيمون عبد المجيد، عبد المجيد. الله 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 الله. ليأتي الدور في الجانب المقابل على بابلو سارابيا. ياسين 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 ياسين. ضاعت كرة بابلو سارابيا. المتعة والإبداع، زياش الإتقان في مواجهة أوناي سيمون. حكيم 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 حكيم. الله. كارلوس سولير، سولير في مواجهة ياسين. يلا ياسين، يلا يا ياسين. سولير. الله 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 الله. ياسين يتصدى الركلة الترجيحية الثالثة عن طريق بنون. الثالثة يا بدر، الثالثة. لا 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 لا. بدر بنون عن طريق القائد سيرجيو بوسكيتس هو اللي راح ينفذ الكرة. تعيدها يا بونو، بونو بونو. مستحيل مستحيل مستحيل. ياسين بونو يتصدى. هنا تاريخ آخر قد يكتب من المدينة التعليمية عن طريق أشرف حكيمي. يا الله يا رب، يا الله يا رب، يا الله يا رب. المغرب للتاريخ، المغرب للتاريخ، المغرب إلى الدور القادم. فخر العرب إلى الدور القادم، فخر العرب. يقولون لإسبانيا مع السلامة باي باي، مع السلامة باي باي. بلا تشاو بلا تشاو بلا تشاو. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. المغرب إلى الدور القادم وإلى دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس العالم في إنجاز تاريخي يسطر للعرب بأقدام المغاربة هنا في هذا الملعب. المغرب تأهلت، وصلت إلى الدور القادم لتواجه الفائز من مباراة المنتخب البرتغالي والمنتخب السويسري، وبالتالي تنتظر بعد نهاية هذا كذلك اللقاء الفائز. 1000 مليون تريليون مبروك لمنتخب المغرب. هارد لك للمنتخب الإسباني. %90 of my days they are very similar. You know, you want to know since I wake up. Let's do it. So in the morning,
I wake up, I have my cold plunge, I have my machines, I have my showers and everything. I wake up, I go there. First thing, I diving in. First thing in the cold plunge. First thing, yes. I prepare my water to drink because, as you know, during the night, we've been dehydration. It's very low. So I take my water, my shower, my cold plunge. I coming down, be nice with my family, with my kids. I give a hug. I coming out to have lights in my eyes. Morning sunlight. Yeah. Yes, 2-3 minutes just to give the information to my brain that it's early Time day. to wake up. Yes, and after that I take my coffee, and when I start my day, a nice conversation. It's my routine. What I like to do it. It's like in the morning to sit, take my coffee, speak with my kids, with my wife, and start the day. This is my routine. After, of course, during the day I have 1,000 things to do it, but this is the basic points. This is That gets you started. Yes. I don't do it every day. I do it, for example, the breathe. I do it in meditation when I feel a little bit more stressful, especially the day of the game. Game, yeah. When you do meditation before a game, do you visualize the game at all? Visualize moments in the game? Yeah, sometimes I do it to visualize a few points that can happen in a game. I like to do it, and sometimes it's my subconscious that do it by himself. Yeah. So, but it's nice. You visualize a few things, not even during the game, but during the period that you go to the stadium to warm up, before the game, during the game. And it's fun. It's fun, to be honest, and I like to do it. I fight against that. It's the big challenge. It's when you're not willing to do something, but you have to do it. This is the main point. This is why I say our mind, it's a box of surprises, and you have to challenge yourself to be consistent. I repeat, sometimes it's hard. It's what many people say, you like to go to the gym every day. Of course, no. It's not true. Nobody likes to go to the gym every day. But you have to do it. Probably yes, because your mental strength is coming from that moments, that in a hard moments, you should do it. So, and I do it because after that, maybe in the beginning you feel hard to start, but after when you finish the gym or cold plunge or even the training, you will feel better. I think it's the big key there. It's not a sacrifice for me, to be honest. I enjoy to do that. Serious. I'm not saying that just to surprise the people. No. I'm enjoy to do it, this kind of stuff. Probably for some persons that a sacrifice is a nightmare, but for me, no. I really enjoy, to be honest, because I felt after that